دي اول مره افطر في البيت من حوالي 10 شهور، وده بسبب ان الاكل ده بواقي العشاء بتاع امبارح. مش عارف ليه يا جماعه، من ساعه ما رجعت من التشيك وانا نفسي اعمل الموضوع ده، يعني ان هو بدل ما اخد الدش الصباحي بتاعي انزل اخد لي غطس في البسين سريع، يعني بما ان البسين على بعد 5 دقايق والجو حلو والواحد اخيرا عايش في بلد فيها شمس، فالنهارده حاسس اليوم اللي اخيرا احقق فيه الفانتسي دي. ادينا لبسنا المايو تحت، اللبس فوق، ناخد معانا حاجات الدش برضه عشان نخلص البسين، نخش الساونا ونبدا يومنا كده فريش. واي حد شعره محجش زيي هيفهم الموضوع ده. شفتوا؟ بروبلم سولفد. بالمناسبه يا جماعه دي من التشيك، وحشتني والله يا جماعه، عايزين نرجع لها زياره كده قريب، لسه حاجاتنا هناك يعني، فمحتاجين ان احنا نعدي كده نمسي عليهم. صباح الخير يا عم حبيبي. يا جماعة الواحد كان من زمان بيحلم باللحظة دي، ان هو يكون في الشتاء بالشمس والبسين والدفء اللي احنا فيه ده يعوم. حاجة الصراحة يا جماعة only in Egypt بجد، يعني من الأماكن القليلة في العالم اللي ممكن يعني في الشتاء بتاع البلد بتاعها تكونوا بتعوموا. قولوا لي يا جماعة كم بلد تعرفوها في الشتاء فيها تقدروا ان انتوا تعوموا بمنظر الشمس والشجر والدفء اللي احنا فيه ده. حاجة الصراحة يا جماعة نعمة، عايشين في نعمة. لاحظت ان انا نسيت الكونديشنر بتاعي في البيت، فقلت يلا قبل ما اخش اعوم اجيب الكونديشنر من الصيدليه، بما اني كده محتاج واحد جديد، فجبنا الكونديشنر لوريال بتاعنا. نطلع دلوقتي على البسين. احلى حاجه يا جماعه في النادي، غير ان الواحد طبعا بيشوف صحاب ما شافهمش بقاله كتير جدا، ان هو بيقعد مع ناس كانوا صحابه وهم صغيرين، ودلوقتي بيشوف بقى هم بيعملوا ايه، وكل واحد بقى دخل طبعا اتسحل في سكه مختلفه. لسه قاعد مع واحد صاحبي اسمه جزيري بيحكي لي ان هو بيعمل حاجه اسمها سونيك ديزاين، راح درس ماركتنج بس او براندنج يعني، بس براندنج اصوات، يعني عارفين مثلا ماكدونالدز لما بيعملوا او ويندوز لما بتفتح بتعمل صوت معين، هو درس بقى ازاي يعمل براندنج للشركات بالصوت، بحيث ان هو لما يجي مثلا شركه عايزه تعمل لنفسها ايدنتيتي معينه او صوت معين، هو اللي بيختار لهم الصوت يكون لايق على البرودكت بتاعهم. فقال لنا هيعزمنا عنده في الاستوديو عشان نحكي لكم اكتر عن الموضوع ده. فحلو الواحد برضو يشوف صحابه بتوع زمان وهم دلوقتي بقى بيبدعوا في فيلدز مختلفه. فحابب ان انا اخدكم مره الاستوديو بتاعه واوريكم هو بيعمل ايه بالظبط. الموضوع كان مسلي الصراحه. نعمل تور سريع لخالته دينا هنا في الزمالك. فرجها شوارع الزمالك الجميلة. بصوا ده كونسبت ستور هنا في الزمالك، كله براندات مصرية. حاجة كده الواحد ما تخيلش ان هي تكون جوه عمارة كده راندوم في الزمالك. رأيك ايه في من ساعة ما رجعت القاهرة يا جماعة وانا ما بحبش اروح ضواحي القاهرة، التجمع واكتوبر، فاي حد يعني بيكون عايز يعني يقضي معايا كواليتي تايم كده بقول له تعالوا افرجكم على الزمالك ونلفلفكم شوية. بصوا حاجة جميلة، احنا جوه عمارة اهو، دي البلكونة من جوه، والعمارة بص مفتوحة من النص كده، وجوه بقى في حاجات كتيره زي المحل اللي احنا فيه ده كونسبت ستور بتاع ملابس مثلا، تحت في ريل استيت، فوق في ديزاين ستوديو وهكذا. بس فالواحد يفسح خالته شويه في الزمالك والشمس طالعه كده واليوم جميل. عندهم سيكشن هنا برضو يعني تحسوه كده اورينتال شويه، هتلاقوا حاجات كده براند اسمه نقشة، عاملين حاجات جميلة الصراحة، تراديشنال كده، تحسوا لبس يعني ليه بالثقافة بتاعتنا شوية. وهنا نفس الكلام برضو، بما ان ايه داخلين على رمضان فهتلاقوا برضو عبايات وحاجات كده. واخر كام مرة جيت هنا كان في خلايجة برضو، ففي اقبال يعني برضو على الموضوع ده، لان كواليتي حلوة وبراندات مصرية يعني. وبرضو يعني بالنسبة للخلايجة الاسعار هنا مش بطالة خالص. بصوا يا جماعة الشنطة دي معمولة من 58 كيس بلاستيك، متخيلين؟ بدل ما اكياس البلاستيك بتترمي يعني بياخدوها وبيعيدوا استخدامها يعني، ويعملوا بيها الشنط اللي انتوا شايفينها دي. فكرة الصراحة هايلة. في خلال شهر you had 10,000 monthly active user, take my money.
ده بس هيثم بيشرح لي الايديال كيس سيناريو للحاجات اللي احنا شغالين عليها. يعني honestly this is what they care about ان انت توريهم الهوكي ستيك growth. لسه مخلصين يا جماعه فيلم لانور وجدي، اكيد كتير منكم ممكن يكون يسمع عنه، ولكن هو يعني الافلام المصري القديمه الابيض واسود. الصراحه الواحد لما بيتفرج على الافلام دي بيحس ان هو المصريين ساعه الافلام دي كانوا مختلفين شويه عن المصريين الموجودين دلوقتي، يعني في طريقه الكلام، في الذوق، ما اعرفش، بحس كده ان الدنيا اختلفت شويه، مش شرط اوحش او احسن، ولكن زمان كان كده في سنس اخلاق وسنس كلاس. بس برضو الافلام يعني مش شرط تبين الحياه اللي كانت ساعتها في الشارع يعني، ولكن الواحد بيستمتع بيشوف مصر زمان وازاي الشوارع كانت يعني نظيفه وتحس الدنيا فاضيه وشجر. فلا الصراحه استمتعت، وما كنتش اعرف قوي قصه فيروز الصغيره. يعني احنا عارفين فيروز طبعا اللبنانيه المشهوره اللي مكسره الدنيا دلوقتي، ولكن فيروز الممثله المصريه اظن بيسموها فيروز الصغيره او حاجه كده، تمثيلها بالنسبه لحد يعني في سن ال 12 13 14 يعني تمثيل رهيب مبدئيا، ولسه متعلم كمان ان هي اصولها ارميني. فبقى اكيد كتير منكم يعرف المعلومه دي، ولكن انا بالنسبه لي حاجه جديده. وده يعني طبعا يفتح معانا موضوع عن الارمن في مصر، برضو عالم كبير، وكنت حابب ان انا في يوم اصور لكم عن الارمن، فقريبا ترقبوا يعني الموضوع ده. والقصه ان هي بطلت تمثل في سن ال 15 مع انها كانت مشهوره جدا. فانا قعدت احاول ادعبس ليه هي بطلت وكده، كل اللي مكتوبه ان هي اتجوزت والكلام ده، بس في حد كان كاتب ان هي مش عارف ممكن في وهي بتمثل وكده حد من المخرجين او حد يعني ايده طولت شويه يعني. فانا سمعت ان الموضوع ده ممكن يكون اثر في قرارها ان هي تبطل. فيا ريت للناس اللي عارفه عن الافلام المصري القديمه والثقافه دي يقولوا لنا هي ليه فيروز فعلا بطلت. يعني في سن ال 15 كانت سوبر ستار وفجاه بطلت، فمش عارف ايه السبب. ولكن استمتعت الصراحه بفيلم اسمه دهب، ده فيلم تاني، ولكن دهب كان شغال من شويه. فيلم الصراحه خرافي، يعني فيلم قصته كده قصه جميله. للي ما شافش دهب مش هحرق لكم القصه، خشوا اتفرجوا عليه. احساسك يا ساري بعد التاتو تاني يوم؟ بيحرق جدا بجد والله. بص التاتو تاني يوم يا جماعه هو عامل شغل. في ميتنج بيحصل عندنا في البيت، ولكن الصراحه انا جوعت، هم كلهم واكلين وشاربين. انا قعدت اخر كام ساعه كنت قاعد شغال فمركز شويه، ما لحقتش ان انا يعني اكل، وما بحبش ان انا اطلب، ما اعرفش ليه بكسل ان انا اطلب، مع ان هي في الاخر على فكره لو طلبت واستنيت هيبقى اسرع بكتير من المشوار اللي انا رايح اعمله دلوقتي. ولكن واحده واحده لازم ابدا اعود نفسي بقى ان انا ايه اطلب وانجز. بس نروح ناكل لان انا ميت من الجوع. ايه اللي بيحصل النهارده؟ احنا كنا قاعدين بنشتغل، عاملين هاب النهارده لكل رواد الاعمال، والموضوع وسع شويه مننا. اوبا ويلكم هوم مستر ممدوح، اهلا بيك. ايه الاخبار حبيبي؟ اهلا بيك في بيتك. ثانك يو. والمفاجاه الاخيره يا جماعه، قصدي يعني مع السؤال كارثه. خد بقى انت فلوج. بص ماشي، عيب انا فلوج وانت اللي موجود يعني. جماعه انا هقول لكم الموضوع فين. هو هيثم كارثه في كارثه يعني، خلاص سيف وينو سيف يعني سيف وي كيب ات سيف عشان الموضوع از فيري سيف هير ناو. بس هي المشكله ان في هيثم تمام. فاللي هو ايه امبارح نكشني كده اللي هو نرجع انت النظام، احنا يلا نتقابل. وانا جاي عارف ان هو هيعمل لنا سيت اب بقى، اللي هو جايبني على ايه سيت اب. انا جاي اللي هو ايه هنقعد نهزر نلعب بتاع، بس ات ذا اند ات تيرنز انتو بقى ورك شوب تمام. وورك شوب اللي هو خلاص بقى اتس ورك شوب يا جماعه، هو بس ورك شوب جاحد. اللي ما يعرفش نجارة يعرف الباترون، اللي يعرفش الباترون يعرف مروان، يعرف كلمات، يعرف اغاني، يعرف مزيكا، يعرف اعلانات، يعرف
الغابه بتاعت مروان بابلو. بس also يعني خلاص كل it's my favorite piece بتاعتك وده اللي بالنسبه لي اللي هو ده بروجكت كان غابه جو ارض. جو ارض طبعا يا باشا، جو ارض اللي هو بتكلم مع شاب بنتكلم بقى في الكورونا فيس تايم انا وهو مولوتوف، واللي هو كورونا بقى، فاللي هو البروجكت فين ما تبطئنيش انا عايز اعيش اتس كوفيد، واحنا بنقول ما تبطئنيش ذاتس ذا ناريتيف بقى وقاعدين على كل ده صيني، انا ماليش في الرسم. تمام. فاللي هو احنا في فلسطين هنصور في فلسطين كارثه، نصور في فلسطين ازاي وكذا ومش عارف ايه بتاع. طبعا شباب جامده قوي هناك طبعا، احنا عايزين ايكويبمنت فمش هينفع نجيب ايكويبمنت الا من ولاد كذا. يا جماعه ما تسالونيش ازاي وما تسالونيش ليه، ولكن بيتنا قلب ديسكو. ايه اللي بيحصل يا هيثم؟ انا فجاه لقيت موجوده ومش فاهم ايه اللي بيحصل خالص، هو يقول لي العب موسيقى. يا جماعه somehow بيتنا قلب ديسكو بالليل، ما تسالوش ازاي وما تسالوش ليه، ولكن تمام. حمد اهو موجود، حمد بالكويت. ايه رايك في الاجواء المصريه؟ واحد صديقنا قال هجيب واجيب شويه من اصدقائي، هم دول اللي شويه من اصدقائي يا جماعه، حاجه يعني تفرح. ايوه هيثم. كالعاده استنونا بكره في فلوج جديده ومغامره جديده. until then take care and safe travels.